ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تورث الذل. إذا كانت الطاعة عز للمطيع ورفعة، فإن المعصية ذل له وهوان، أو ذل له وهوان. والعز في طاعة الله، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى هذا عز للعبد، عز للعبد ورفعة. والمعصية ذل وهوان، والمعصية ذل وهوان. فمن أراد العزة لله، فمن أراد العزة فليطلبها بطاعته، فليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: إنهم أي العصاة وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، نوع من الخيل، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. يعني حتى وإن كانت عندهم مركوبات جميلة حسنة طيبة، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه.